اجرأ واحسن روتين عملته على قناتي. بصوا بقى حبايب قلبي، احنا بقينا اخوات ومفيش كسوف ولا احراج خالص ولا احراج خالص. انا يعتبر طول الوقت معاكم على اليوتيوب، يعني انتوا بقيتوا اخواتي وبقيتوا اهلي، مفيش كسوف منكم. الفيديو هتلاقوا فيه حتة جريئة كده من يعني من يوم الطبيعي. يعني مثلا قاعدة براحتي شوية بعباية كده بنص كم خفيفة، قاعده بيها قدامكم وتصورت بيها وعملت بيها الروتين عادي. المقطع ده ممكن احطه لكم مثلا في نص الفيديو او اخر الفيديو. اتمنى ان انتوا تركزوا على الحته دي قوي وتشوفوه قوي، عشان ايه خاطر الفيديو يعلى كده ويجيب مشاهدات ويجيب لي ارباح. تمام كده؟ احنا عادي اخوات يا جماعه، مفيش كسوف، مفيش احراج خالص من اي حاجه. بس اتمنى انتوا ما تجروش الفيديو عشان تشوفوا المقطع فين حته بالظبط، عشان لو جريتوه مش هتعرفوا المقطع فين. فشوفوا الفيديو من اوله لاخره عشان تشوفوا المقطع ده. خلاص بقى، يعني زي ما قلت لكم كده، انا اتعودت عليكم، مش مكسوفه منكم خالص. فهتلاقوني يعني قاعده براحتي شويه يعني قاعده كده مرحرحه بعبايه بنص كم خفيفه كده، مرحرحه عادي يا جماعه، احنا اخوات مفيش اي مشكله. بصوا بقى، عايزاكم تصلوا على النبي وتزيدوا النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. عايزاكم بقى تشوفوا روتين تنظيفات رمضان العميقة زي ما قلت لكم كده، وزي ما وعدتكم احنا مش هنتهد حنة في تنظيفات رمضان خالص. احنا بنعمل تنظيفات عميقة بس على واحد، على مهلنا، واحدة واحدة. ليه يا جماعة؟ رحمة كده بالناس اللي صحتها تعباها، الناس اللي رجلها وجعاها، الناس اللي صحتها على قدها، الناس الكبيرة في السن، الناس الموظفين. طب الحاجات دي كلها يعملوها مرة واحدة ازاي؟ لا، خدي التنظيفات معايا واحدة واحدة كده، ها، عشان يعني نعمل كل حاجة على مهلنا كده من غير ايه، من غير تعب ولا مجهود. وبصي والله العظيم لو خليتك معايا في الروتينات بتاعتي هعمل لك روتينات عميقة من غير هدة حيل ومن غير تعب ولا مجهود خالص. تمام كده؟ عايزاكم تصلوا على النبي وتشتركوا في قناة حياتي، اسمها ايه؟ مش عارفة انسى اسم القناة من لسه جديد. في قناة اسمها الله يخرب بيت كده، حياتي افضل كل يوم. حياتي والله العظيم بنساها خالص، حياتي افضل كل يوم. وزي ما قلت لكم اشتركوا في القناة وحطوا اللايك هناك وصلوا على النبي في القناة، انا هنزل لكم الفيديو على القناة دي. تمام كده؟ وزي ما قلت لكم المقطع فيه حتة روتينية كده، دلع وروقان كده، وانا براحتي بقى وقاعده براحتي خالص مش مكسوفه منكم. حبيت كده ان انا ايه، يعني اكون قريبه منكم اكتر، اكون معاكم اكتر عشان تحبوني اكتر بالطريقه دي. لما اكون قاعده براحتي بلبس بيتي ببيجامه بعبايه، يعني الحاجات دي بتقربنا من بعض اكتر، يعني فاهمين قصدي؟ فخليكم في الفيديو للاخر عشان تشوفوا المقطع ده. طيب، هنا بقى بتعملي ايه بتشم زوز يا قمر؟ انا امبارح نزلت لكم ايه، نزلت لكم تنظيفات اوضه الاطفال. طب ليه يا ام زاد انت بتعملي التنظيفات وما بتفرشيش؟ هقول لكم على حاجه. احنا لسه قدامنا حوالي 17 يوم. عايزاكم بس تصلوا على النبي وتحطوا اللايك، يا ربنا يصلح حالكم، عشان الفيديو كده يوصل لاكبر عدد من الناس، والناس تخش تستفيد من الافكار بتاعتنا النهارده ويشوفوا هيبداوا منين في تنظيفات رمضان. بصوا يا جماعه، في ناس ممكن تقول لي هو ايه يعني تنظيفات رمضان يا ام زاد، انت مكبره الموضوع ليه؟ والله يا جماعه في ناس بتبقى مش عارفة تبتدي منين، تبتدي ازاي. في ناس تعبانة مش عارفة تعمل ايه وتخلي ايه. حبيبة قلبي، اللي تقدري تعمليه تعمليه. اللي احنا مش بننضف في رمضان بس، احنا بننضف طول السنة. فاللي ما تقدرش تعمليه دلوقتي اعمليه على دخلة العيد، مش مشكلة، على دخلة الصيف. اهم حاجة بس ايه، خدي مقتطفات كده من التنظيفات يوميا. فاهمة قصدي؟ طيب، عايزاكم بقى تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه، في قناه حياتي افضل كل يوم وقناه بيتي مستور بالرضا. ربنا يصلح حالكم يا رب. هنا بقى ليه يا ام زياد انت بتنضفي كده تنظيفات وما بتفرشيش في الاخر؟ يعني بنشوف الفيديو للاخر وبنلاقيكيش فرشتي. هقول لكم، انا لو مسكت اوضه اوضه نضفتها وخلصتها وفرشتها هتتبهدل تاني. ليه؟ استني بقى عشان اقول لك الحاجه المهمه هنا. لو انا نظفت مثلا اوضه الاطفال، نزلت لكم تنظيفات اوضه الاطفال امبارح، غيرت النظام ونظفت تحت السراير وغيرت كل حاجه، بس ما مسحتش ولا فرشت. يا جماعه انا عملت اوضه وبقيت الشقه زباله. لو انا فرشت اوضه ولسه ما خلصتش بقيه الشقه، فالشقه هتوسخ الاوضه اللي انا منضفاها، لان طبعا الزباله بتخرج في المكان اللي انا ما نضفتوش، والارض متوسخه، في العيال هتاخد الوسخه من هنا لهنا لهنا وهتبهدل لي الدنيا تاني. فانا بعمل ايه؟ بنظف كل الشقه الاول، سواء بقى بنزل مثلا الاوضه على مرتين، الصاله على مرتين، المطبخ على مرتين، وفي الاخر خالص اروح مسحه وفرشه وعامله لكم جوله بقى بعد الفرش والتغيير، تشوفي بقى الفرق بقى. لكن ان انا امسح اوضه اوضه وافرشها، لا، انا ما بحبش اعمل كده.
بحب ان انا اخلص الشقة كلها، امسح التراب وامسح من تحت السراير ومن تحت الركنة واي حاجة لمحها على تراب، دولاب مثلا اروقه وارتبه، المطبخ اشيل منه الدهون وامسحه وانضفه واعمل كل حاجه واكنس الارضيه، وفي الاخر خالص امسك اوضه اوضه امسحها وافرش. بصوا يا جماعه، قبل الشغل ضبط الشغل. وعايزه اقول لك ان التعب كله في التنظيف والترويق، لكن المسح والفرش ده انضف حاجه، اوعي تشيلي همه خالص. تمام كده. انا هعمل لكم الصاله، هنزل لكم الروتين بتاعها على يومين. الروتين بتاع النهارده ان انا مسحتها شلت تحت الركنه وشلت الستاير ونفضت الشباك والكلام دوت، وهنزل لكم فيديو تاني المسح والفرش. واوضه الاطفال برضو عملت لكم فيديو، هنزل لكم فيديو تاني المسح والفرش، عشان خاطر ايه؟ ان نبقى مع بعض واحده واحده كده. خدي شقتك جزء جزء، حتى لو شقتك صغيره زي شقتي برضو خديها زي ما انا بقول لك كده، ما تعمليش مره واحده عشان ما تتعبيش. والله العظيم يا جماعه شقتك هتبقى زي الفل لو مهما كانت متكركبه ومتبهدله، لما تعملي بالحاجه ومش هتتعبي. ومعايا في الروتينات مش هتتعبي. تمام كده. خدي مقتطفات كل يوم كده عشان ايه؟ ما تحسيش بحاجه. طيب تعالى اما اقول لك ايه قصه بقى روتين الدلع والكلام ده كله. بصوا بقى، واحده فجره وقادره، واحده فجره وقادره، ماشي. دخلت لي على الواتس، اسمعوا بقى الموضوع عشان تحكموا بنفسكم. دخلت لي على الواتس وبتقول لي: مش انت قناه ام زياد ويارا؟ انت معروفه والناس كلها بتحبك وباين من التعليقات وكده، بس انت مشاهداتك برضو يا ام زياد مش كبيره. يعني مثلا الفيديو بيجيب عندك 4000 مشاهده، 5000 مشاهده. في فيديوهات عندك معديه ال 30 وال 40 وال 50، بس برضو يعني فيديوهات قليله، انت مش فيديوهاتك كبيره، مشاهداتك مش كبيره قوي. ما نفسكيش يا ام زياد ان انت تشتري بيت جديد؟ ما نفسكيش يكون عندك عربيه؟ ما نفسكيش يكون لابسه دهب من هنا لهنا؟ ماشي. قعدت بقى تغريني بالكلام في الاول. انا قلت ايه ده، جايبه لي مشروع ولا جايبه لي ايه؟ فما نفسكيش ان انت تكون بدل ما تقعدي في شقه صغيره كده تكوني قاعده في شقه كبيره وملك وشقه دوبلكس كمان؟ قلت لها نفسي، ما فيش حد ما نفسوش في الحاجات دي. نفسي. نفسك تعلمي ولادك احلى علام. ها؟ نفسك ما تستنيش ان جوزك يجي يمن عليكي اخر الشهر ويديكي قرشين والاخر يقولك انت بتودوهم فين؟ طب نفسك قناتك تكبر وتبقى مليون مشترك في اقل من شهر؟ انا سمعت الكلام ده اتحولت وعايزه اخبط دماغي في الحيطه. قلت لها ده بقى نفسي فيه فعلا، ان انا قناتي توصل مليون مشترك. ما شاء الله، ده نجاح كبير ان انا اوصلها مليون مشترك. قالت لي خلاص انا هقول لك على حاجه تعمليها والفلوس هتنزل عليكي زي المطر، هيبقى قناتك مليون مشترك اقل من شهر، ومشاهداتك الفيديو في اليوم هيعدي ال100 الف مشاهده. قلت لها في اليوم هيعدي ال100 الف مشاهده؟ ده انا في الشهر كله بجيب ال100 الف مشاهده دي. ازاي في اليوم؟ قالت لي اسمعي اللي هقول لك عليه، بس ليا من كل فيديو او من كل قبضه هتقبضيه ليا نسبه، ومش نسبه كبيره. قلت لها والله ده انا هقبضك وهديكي وحراضيكي وحراضي ناس كتير كمان غلابه. بس ايه فكره؟ انا عماله اتكلم معاها وناسيه اقول لها ايه فكره الكلام اللي انت جايبه لي مشروع مثلا هتشغلني فيه. قالت لي بصي يا ام زياد، بحبحيها شويه على نفسك وعلى حبايبك. انت كده حبايبك دول باخواتك واصحابك وما فيش احراج ولا اي حاجه، بحبحيها معاهم شويه. قلت لها بحبحها معاهم ازاي يعني؟ مانيش فاهمه. قالت لي بصي يا ام زياد، كل فيديو روتين هتعمليه اعمليه بعبايه بنص كم، بعبايه تكون شفافه خفيفه بترنج البيت، ماشي. بعبايه بكم بس تكون خفيفه ولازقه على جسمك. حاولي ما تحطيش قماشينات كده، لو انت موطيه ولا حاجه ما تحطيش قماشينات. عادي الناس واليوتيوب هيعتبروا ان دوت عادي، فيديو طبيعي روتين اهوت، انت بتعملي روتين وكده، بس اظهري حاجات معينه كده في جسمك. قلت لها والله صدقي انت عندك حق. وبمناسبة بقى دخلة رمضان، كل سنة وانت طيبة طبعا. وبمناسبة دخلة رمضان الناس هتتشدلي وهتتفرج عليا، لان بنزل روتينات بطبيعتي وكده كده احنا اخوات. رديتها قلت لها يا فجرة يا قادرة انا مش رخيصة زيك. يا فجرة يا قادرة انا مش رخيصة زيك، انت رخيصة وممكن تبيعي جسمك بالفلوس، لكن انا لا. انا لو انا اقسم بالله هيجيلي مليون جنيه يوميا، مش شهريا، مليون جنيه. لو حد قال لي قناتك دي هتوصل ملايين وهتقبضي مليون جنيه كل يوم واعملي اللي انت بتقولي عليه ده يا فجرة يا قادرة، اقسم بالله ما هعمل كده. ده احنا في ايام مفترجة، اتقي الله يا شيخة منك لله، ده احنا في ايام مفترجة. ايه اللي انت بتقولي وانت مسلمة؟ انت مسلمة، انت بني ادمة، انت اصلا مش يعني. ده المسيحيين عندهم خشة واحترام في الكلام، والمسلمين عندهم دين واحترام واخلاق.
انت استحاله لا تكوني مسيحيه ولا مسلمه، انت كافره، انت كافره. ما انت قالت لي انا مسلمه زيك بالظبط، بس لازم نعمل كده عشان نعرف نعيش ونصرف وناكل ونشرب. ما انا اكل عيالنا ازاي؟ قلت لها ناكل عيالنا طوب، نشحت ونمد ايدينا في الشوارع، بس ما نعملش اللي انت بتعمليه. انا رحت عامله لها بلوك خالص، ورحت بس قعدت اقول لها كلام كتير صراحه، شتمتها كتير، وهي برضو ما فيش فايده. تقول لي ده انت خايبه، انت هتتنكي كده تحطي ايموشنات وتداري في جسمك وتعملي، ما انتش هتكسبي، هتتنكي طول عمرك مفلسه، هتتنكي طول عمرك ما معكيش فلوس. بصراحه اديتها كلمتين، مش عايزه اقول الفاظ هنا بقى عشان ما ينفعش اقول الالفاظ دي هنا، ورحت عامله لها بلوك. فانا مش عارفه الناس دي بتتلقى حلايا منين، الناس دي جايه لي منين اصلا، اعوذ بالله. دي فاتحه قناه. انا حتى ما رضيتش اقول لها انت اسمك ايه، ولا انت فاتحه قناه ايه، ولا ايه، اشوف ايه، اشوف القرف اللي لا وتقول لي ايه، هاخد منك، هكبر لك قناتك، بس هاخد نسبه منك بسيطه على كل فيديو او كل قبض بتقبضيه. ايه القرف اللي انت بتقولي ده؟ ربنا ينتقم منك يا شيخ، حسب الله ونعم الوكيل. انا بتاعت الكلام ده انا ما احبش اي حاجه مني تظهر ولا تبان، حسب الله ونعم الوكيل. انا عشان كده بقول لكم شوفوا الفيديو للاخر، ما تجروش الفيديو عشان ما تاخدوش اول جملتين من الفيديو ها وتقولوا ام زاد ايه اللي خابت ولا ايه هتعمل كده. لا، انا بخليكم تقعدوا معايا في الفيديو عشان خاطر تشوفوا الكلام اللي انا هقوله لكم او الموضوع اللي انا حكيته لكم ده. تمام. فيش واحده هتفرط في نفسها عشان الفلوس، فيش واحده هتبيع نفسها. اقسم بالله انا لو هشحت على عيالي هاخدهم واروح اشحت بيهم كده في الشارع. عمري ما الواحد يفكر يعمل كده. فلوس ايه؟ فلوس ايه وبتاع؟ الفلوس ما تحسيش بطعمها الا لما بتيجي بتعب وشقه وتيجي بالحلال. والله العظيم انا لو هقعد كده وحد كل يوم هيجي يرمي لي فلوس في حجري من غير ما اتعب فيها مش هحس بطعمها. ده اليوتيوب ده على قد ما هو عذاب ورخم في فيديوهات وفي فلوسه وفي كل حاجه، بس على ان الواحد بيحس بطعم القرش لما بيجي يمسكه في ايده، لان الواحد جايبه بعرق جبينه، ما شحتوش من حد، ما جاليش بسهوله، لا ده جالي بطلوع هي، وانا بعمل روتينات وتنظيف في اعز التلج وقايمه، وبعمل لكم افكار وبنزل لكم فيديوهات. لكن ايه ده؟ ايه القرف؟ انا بصوا والله العظيم انا دماغي مشتته من الكلام، دماغي مشتته، دماغي هتنفجر. ايه وفي ناس كده بتفكر بالطريقه دي؟ فين دينك؟ فين ايمانك؟ فين ربنا يا شيخه؟ فين رب؟ لما تيجي تموتي كده ويحاسبوك هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم ايه؟ هتعملي ايه في جسمك اللي انت ما حافظتش عليه؟ ربنا مديكي نعمه تحافظي عليها، ما حافظتش عليها ليه؟ حسب الله ونعم الوكيل. المهم يا رب يكون الروتين بتاعي عجبكم، واتمنى انتوا تشتركوا في القناه. ربنا يصلح حالكم، يكبر بخاطركم، عشان ننزل بقى بقيت تنظيفات رمضان ان شاء الله. اخلص بس من التنظيفات كده، هتاخد معايا بتاع يومين 3 كمان كده ان شاء الله، وانا واخلص لكم الروتينات ونفرش المطبخ بقى ونفرش الشقه، وبعد كده بقى نروح نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنجيبها ان شاء الله عشان خزين رمضان. بس انا يا جماعه مش عايزه اوشك نفسي في كام حاجه، ما بين ان انا بنزل اروح اشتري حاجات واعمل تفريزات مثلا واجيب فراخ واجيب مش عارفه ايه وانضف واروق، لا عايزه اخلص حاجه حاجه عشان بس ايه اعصابي ما تتعبش. البني ادم برضو يا جماعه ان لبدنك عليك حق، فلازم برضو ايه تحسي يعني تخلي بالك من صحتك برضو، ماشي. ما تهدهاش كده في ما بين افكار وترويق وروتين والكلام ده، لا برضو واحده واحده كل حاجه هتعدي. وزي ما قلت لك اللي لسه ما بداتش تنظيفات رمضان تبداي تنظفي معايا شقتك كبيره شقتك صغيره، مش هتاخد معاكي وقت خالص، مهما كانت مكركبه ومهما كانت متبهدله مع ام زياد ما فيش الكلام ده، هتبقى زي الفل ومن غير تعب ولا مجهود. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.